السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اليوم ان شاء الله حنديروا طبق تاع اليوم سمك. حنديروا سمك ليسبادون، حنديروا بطريقه بزاف بنينه كما اللي يديروا في المحلات تماما، يعني نفس الشيء كما ناكلوه برا ويعجبنا. هذا تاني يعجبكم ان شاء الله، بنين بزاف وريحه الحوت كذلك كنت عارفوها شحال تعبق الدنيا. نتمنى لكم كامل تجربوه ونبدا مباشره في التحضير. لهاد الوصفة حنحتاج حبة تاع ليسبادون هكذا، غسلتها مليح، نقيتها من الداخل، قطعتها لشرائح مدورين هكذا، ماشي رقاق وماشي خشن، كذلك شوية فقط، حوالي 1 إلى 1.5 سنتيمتر. وراح كذلك عندي طماطم تاع الحب، عندي 2 حبات ولا 3، نقيتهم وسكرفشتهم، وحبة تاع الحار قطعتها مدورة كذلك. وعندي التوابل، شويه تاع الثوم، شويه تاع الملح، شويه تاع الفلفل الكحل، شويه تاع الكمون، ومورف صغيره تاع طماطم مصبره، وريقات تاع الرند، وزعتره، وزيت المائده. كذلك كما تقدري تعوضي زيت المائده تعوضيها بزيت الزيتون، راح تعطيك بنينه بزاف هايله. عندي مقله او اي حاجه طيبي فيها، ندير فيها الزيت هذيك، كميه تاع الزيت، وندير عليها الطماطم المصبره، الطماطم اللي سكرفشتها هكذا. وحنزيد عليها كل المكونات الاخرى، حنزيد الراند وزعتره هكذا، ونزيد عليها كامل التوابل اللي ذكرتهم سابقا مع الطماطم المصبره هكذا. وراح نقليهم مع بعض هكذا حتى تذوب الطماطم تاعنا وتطلق الماء تاعها مليح، يعني كل حاجه حطيب مع بعضها. وكذلك الحبه تاع الحار كذلك نزيدوها، ما نساوهاش، طيب معاهم في الاول هكذا. راح نغطيها ونخليها تطيب حتى تطيب الطماطم وكل المكونات الاخرى، يعني حوالي 10 دقائق يعني تكون دابت الطماطم هكذا. نغطيهم ودرك بعد يعني 10 دقائق حنشوف باللي الطماطم تاعنا طلقت الماء تاعها بلا ما زدت حتى قطره تاع ماء، هاي ليك ما زالت فيها الماء تاعها. دوك نستناها، يعني نحمصها نقليها حتى تنشف من الماء تماما، هاي ليك حتى تخلص كامل من الماء، كامل ينشف لها. هنا باش تجي الحاجه بنينه، دوك كي تنشف وحمصتها قليتها شويه مليح مع بعضها هكذا، هنا البنه تاعها كيفاش تجي. دركا واش ندير، حنزيد حوالي كاس تاع الماء ولا نص كاس على حسب الكميه تاع ليسبادون اللي عندك. حنضيف كذلك شرائح تاع ليسبادون كامل، نحطهم الفوق هكذا، يعني الماء ماشي بزاف كما راكم تشوفوا، غير قسمه الحوت يعني ما يشدش الوقت في الطياب تاعو، شويه فقط. وباش تاني لاصوص تاعنا تجي عقده ما نكثرش الماء هكذا، نحطهم كامل داخل. صدقوني هاد الوصفه بزاف بنينه وتجي هايله، يعني فعلا كما تاع المحلات، كما قلت لكم الوصفه يعني ناجحه بزاف وهايله، وجربوها فقط يعني بصحتكم هكذا. نغطيها ونخليها تطيب. حنرافق هاد ليسبادون، حنزيد معاه الرز، وانتم كل واحد واش حب يدير، خضره مفوره ولا البطاطا مقليه ولا كيما حبيتوا. انا مش حندير كميه كبيره، ندير كاس تاع الرز يقابلوا 2 كيسان تاع الماء، نخليهم يغلو، ندير فيهم شويه تاع الملح، نخليهم يغلو، نحطهم على النار نخليهم يغلو، ومن بعد كي يغلو نغسل الرز تاعي ونديرو لداخل مع الماء، غير يغلي الرز مع الماء هكذا، نقص الفرن ونغطيه ونخليه ينشف حتى يطيب، يعني حطيب الحبه حتى لداخل بهذه الطريقه، يعني الرز يطيب مليح هكذا. بامكانك يعني بعد لي يطيب كامل وينشف، تحبي تعاودي تفوريه، يعني تقدري تعاودي تفوريه وتدهنيه بزيت زيتون، حيجي رائع، حيجي هايل بزاف. هنايا هاوليك نولي ليسبادون ديالنا، هاوليك طاب يعني بالخفيف يطيب كما قلت، ما يشدش الوقت بزاف، غلا هاوليك المرقه عقدت ولات هايله يعني هكذا. الطماطم المصبره يعني ما تزيدوش بزاف، يعني غير شويه فقط، حيجي بنين بزاف، ما تحتاجيش بزاف طماطم مصبره، يعني ما يجيش حمر هكذا، برك فقط يجي هايل هكذا. دوك شويه هكذا، يعني ما نخليش المرقه، ولا حبيتي لاصوص تخلي باش تسقي الروز تاعك، حبيتي تخليه تجي ناشف غير لاصوص قليله، حيجيك هايل بزاف. ونطفوا عليه، وهاي لك النتيجه تاعنا. هامليك ليسبادون كما قلت لكم الذوق بزاف بنين، ورافقته مع شويه تاع الرز، تقدروا تسقيوه كما قلت بلاصوص تاع ليسبادون، يجيك تاني هايل الرز.
ولا حتى تفوري معاه شويه خضره يعني جلبانه وشويه زروديه تاني يجي هايل مع الرز. انا كما قلت البازيت على لي سبادون، هاولي كيفاش جا هايل وبصحتكم.